بأعالي الجبال بخنفرة إلا وتركت آثارها على الشبكة الطرقية، آثار تشكل عائقا في بعض الأحيان أمام مستعملي هذه الطرق. الطريق ديال الميدلت راه مزيانة، هذه بعدا راه مزيانة من هنا حتى لغبالو راه مزيانة، ولكن هذه ما بين عاد صلحات دابا عاد صوبوا هاد الأيامات وصافي. هذيك هي اللي مصوبة، هذه ديال القباب ما بين القباب وسيدي حي وسعد ما مصوباش. أشغال صيانة عديدة تبدو معالمها بعدة مقاطع طرقية لإصلاح هذه الأضرار، وأشغال إنجاز أو توسيع وتقوية مقاطع أخرى تكون عرضة للتوقف المؤقت بسبب الأحوال الجوية. أشغال اللي شفتوها اليوم، إذا كاين طرق اللي هي الطرق الجهوية، كاين الطريق 712 اللي كتربط بين مريرت ومكناس عبر أداروش للأشغال انتهت. كاين الطريق الجهوية 503 اللي الآن مصنفة كطريق وطنية رقم 29 للأشغال اللي شفتوها انتهت، اللي تقريبا 15 كيلومتر اللي فيها التقوية. المشروع الأول يهم توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 3214 الرابطة بين سيدي حيا وسعد وأغبالة. كيكونوا بعض الإكراهات منها التساقطات المطرية اللي عرفتها المملكة الأخيرة. مشاريع طرقية هامة إنجازها في آجالها المحددة له آثاره الإيجابية في التخفيف من عزلة بعض المناطق القروية. هذه الطريقة تنتوجدوا بها حاليا الغير مصنفة اللي كتربط بين سيدي يحيى والسعد وأقا وسلم على طول 13 كيلومتر بواحد الغلاف مالي قدروه 22 مليون درهم. نسبة الأشغال حاليا 80%، وإن شاء الله غادي يتم الأشغال ينتهيوا فيما تم 2017. توفير شبكة طرقية قوية ولا سيما بالعالم القروي يعد رهانا أساسيا لتعزيز بنياته التحتية، وبالتالي الاستجابة لحاجيات الساكنة المتمثلة في تمكينهم من أحد أهم سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يختلف مخزون